بلا شك في الأسابيع الأخيرة لاحظت بأن مواقع التواصل الاجتماعي عامرة بصفحات وصناع محتوى كيهضروا على أكادير بطريقة سلبية جدا، وكيتم التركيز بشكل كبير على أسعار العقار، وكأن المدينة ولات حالة استثنائية في غلاء العقار. وهنا غادي نحيل الجمهور باش يشوف فيديو الاستثناء الأكاديري اللي تناولت نقطة غلاء أسعار العقار بأكادير قبل ما يفيقوا هاد المؤثرين ديال الموجة، وبداو يقولوا كلام كيوصف المدينة بأنها أصبحت غالية وصعيب يعيشوا فيها المغاربة، وبأن أسعار العقار طلعت للسما بشكل غير منطقي. ولكن لكوني متخصص ومتابع للسوق العقاري، فمن حقي نطرح أسئلة منطقية موضوعية وبدون عاطفة، حيث أنا جاتني غريبة سمسار معروف كل سيمانة كيدخل موضوع أكادير في الفيديوهات تاعو. واش حيت ولا هذا الموضوع ترند في مواقع التواصل الاجتماعي وكيزيد به التفاعل، ولا كاينه حمله منظمه وما عرفناش شكون مستافد منها وبغات تضرب قطاع العقار في مدينه اكادير؟ ونزيدكم حاجه اخرى كنت سباق لها وذكرتها في الفيديوهات، في الفيديو القصير بعنوان اكادير ولات دوري محترفي تا سمسارت، حيت اي سمسار بغى يتشهر ولا بغى يدير الفلوس كيجي لاكادير. علاش؟ حيت السوق ولا مفتوح والاثمنه طالعه بلا منطق، وانتشار قصص تاع الحلاق والقرديان والسرباي اللي تغناو في المدينه بتا سمسارت، ولات مدينه اكادير كيتغناو فيها غير السماسريه. وهذا الشيء بلا شك لاحظتوه في الاونه الاخيره، السماسريه كيجيو من مدن مراكش جزيده تارودانت الى اخره باش يدبروا على الجميله. هذا الشيء اللي كيخلي حتى الملاكين كيطلبوا اثمنه مرتفعه ملي كيشوفوا سمسار مضي بلاصي وضرب الكيلومتراج، وحتى في بعض الاحيان الملاكين كيتراجعوا على البيع ولا كيعاود يزيد في الثمن. اليوم انا جاي باش ندافع على مدينتي اكادير، وما جايش باش نقول لكم راه العقار رخيص في اكادير، ولا ندافع على الملاك اللي كيطلبوا اثمنه خياليه، وما جايش نقول لكم بان كلشي اللي كيتقال على اكادير غلط. ولكن بغيت بدوري نطرح اسئله: واش اكادير بوحدها اللي غاليه؟ واش اكادير غاليه على الرباط طنجة الدار البيضاء؟ واش فعلا هاد الصوره اللي كيقدموا لنا على اكادير كتعبر على الحقيقه؟ والاهم من هاد الشيء كامل، اذا كان هاد الخطاب كيتعاود شكون ممكن يستافد منه؟ واش غير اراء شخصيه؟ واش مجرد محتوى بغاو السماسرة ياكلوا به طرف الخبز؟ ولا ممكن تكون وراء هاد الخطابات مصالح اقتصاديه بشكل مباشر او غير مباشر؟ انا ما غاديش نتهم اليوم حتى واحد، واخا الحدس ديالي كيقول كاينه حمله منظمه على مدينه اكادير، ولكن ما عنديش دليل عليها. وفي هذا الفيديو غادي نفكك هذا الخطاب ونشوف شنو اللي منطقي فيه وشنو اللي مجرد ادعاءات كاذبه، وشكون ممكن يستافد من هذه الهضره ولا الخطابات، حيت الناس ما فاهمينش اللعبه اللي كتحاك على مدينتهم. والغريب في الامر ان حتى بعض اشباه الاعلاميين والصحفيين ولاد المنطقه زايدين في هذه الهضره، وما عارفينش ولا جاهلين بان راه مجرد كلمه واحده كتقال في فيديو ممكن تأثر في قرار شخص كان جاي يشري في مدينة أكادير. والصورة اللي كترسم على مدينة كاملة راه ممكن تأثر على مستثمر ولا مستثمرين، وبالتالي على السوق العقاري والمدينة كاملة بالسلب. وهاد المرة غادي نخالف الطريقة المعتادة في تناول المواضيع، واستثناء غادي نبدا بشكون مستافد من هذه الحملة قبل ما نتسرق النقطة ديال واش العقار غالي في أكادير ومقارنته بأوروبا وباقي المدن المغربية، وواش كاينة حملة ضد أكادير إلى غير ذلك من النقط اللي غادي نطرق ليها في هذا الفيديو. أولا، شكون هو المستفيد من ترويج هذا الخطاب؟ في الغالب غادي تشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي ولا على اليوتيوب عناوين بحال أكادير غالية، العقار في أكادير منفوخ، الأثمنة خرجت على السيطرة، أكادير ولات أغلى من مدن كبيرة بالمغرب ولا مدن أوروبية. ولا دققنا في الأمر غادي نلاحظوا بأن هذا الموضوع كيتكرر بزاف. ولا انتشر هذا الخطاب واقتنع المواطن بأن العقار في أكادير مبالغ في الثمن ديالو بشكل كبير، المشتري غادي يدخل السوق بعقلية مختلفة، غادي يتردد في الشراء وينتظر انخفاض الأسعار، وربما بعض الملاك غادي يضطروا يخفضوا في الأثمنة. وهنا ممكن تبرز فئة محدودة من المشترين ولا المستثمرين اللي ممكن يستغلوا نتائج ترويج هذا الخطاب. ولكن ما غاديش نحصروا لائحة المستفيدين هي في هذه الفئة فقط،
بل كاينين فئات أخرى وعلى رأسهم ألف صناع المحتوى والمؤثرين. المواضيع اللي كتخلق ولا كتثير الخوف والفضائح والفساد وحتى المال والأعمال كتحقق أعلى نسب مشاهدة والتفاعل، والجمهور كيشاركها مع بعضهم البعض. هاد الشي علاش كتلاحظوا بعض المؤثرين والمسترزقين وأشباه الصحفيين كيطرقوا للموضوع غلاء أسعار العقار في أكادير، وكيضخموا في الأرقام بدون تدقيق، وما عندهم حتى دراية ولا دراسة كيستندوا عليها. هي كياخدوا المعلومات عند العامة وكيضخموا فيها، وهدفهم الوحيد هو زيادة نسبة المشاهدة باش يتخلصوا عليها. ما همهم لا مواطن لا مدينة، تكون كان هدفهم المدينة ما غاديش يزيدوا في تشويهها، بل خاصهم يعطيو صورة حقيقية عليها ويحاولوا يعطيو حلول لهذه الظاهرة، ماشي يزيدوا يضخموا في الأسعار. وهنا بغيت نكون واضح وصريح، أنا شخصيا ما كنشوفش أن الحل هو أننا ندافعوا على أكادير ظالمة أو مظلومة ونقول كل شيء زوين، وجميع الأثمنة اللي كيطلبوها الملاك هي أثمنة معقولة ومنطقية. هاد الشيء ماشي تحليل، بالعكس، إلا كان شي عقار ثمنه مبالغ فيه خاصنا نقولوها، ولا كان شي حي الثمن ديالو ما كيتناسب مع العائد الاستثماري خاصنا نقولوها أيضا. وحتى ظاهرة تاع السماسرية خاصها تناقش، وحيت الدفاع الحقيقي على سوق العقار بأكادير ماشي هو أنك تقول العقار رخيص، الدفاع الحقيقي هو أنك تحل السوق بموضوعية. وهذا الشيء اللي ما داروش هاد أشباه الصحفيين والمرتزقة تاع المؤثرين، حيت مشاو للحلقة الأضعف في السلسلة اللي هما الملاكين الصغار. ما هضروش على لوبي العقار اللي كيستفد من البقع وكيزيد على المواطنين، ما هضروش على الشركات العقارية اللي كيبيعوا ب 16000 درهم للمتر في الحي الشعبي بحال الحي المحمدي. علاش؟ راكم عارفين هاد الناس كيكريو حناكهم وكياخدوا فلوس على ظهر مآسي ومشاكل الناس. كيبان لي الفكرة ما كتحتاج توضيح. المضاربون والسماسرية، غادي يلاحظ اللي متتبع القناة ديالي بأنني كنهضر بزاف على السماسرية. السبب راه كيعرفوه المغاربة، حيت هاد الشيء اللي وصلنا ليه مساهمين فيه بدرجة كبيرة، وهاد الأشخاص حاليا كيعانيو من واحد الأزمة خطيرة، حيت ما كاينش البيع والشراء وما لقاوش هاد السماسرية على من ينصبوا. داكشي علاش بغاو يخلقوا ولا خلقوا نيت حالة من الخوف عند المالك الصغير أو المستثمر المبتدئ، اللي غادي تجعلو يظن أن السوق فيه فقاعة وخاصو يبيع بسرعة وينقص من الثمن. هنا فين غادي يدخل ولا يدخلوا المضاربين باش يشريو بأسعار منخفضة نسبيا، ثم بعد فترة إما يكري ولا يعاود البيع ملي تهدأ العاصفة. هنا غادي نغتنم الفرصة ونهضر على واحد الظاهرة ولات مؤخرا، وهي أن الملاكين هما اللي ولاو كيديروا خدع وألاعيب للمشتري، والسبب هما السماسرية اللي كيطلبوا يزيدوا على الثمن المقترح من طرف البائع. وهنا كنستحضر القصة وقعات لشخص كنعرفو من بعيد، بغى يبيع شقة ديالو ديال السكن الاقتصادي في حي السلام بأكادير، هذه 4 ولا 5 سنوات فات، وطلب فيها 50 مليون، والسمسار جاب ليه الشاري ب70 مليون، وما قالها ليش حتى نهار الكتبة، وبغى يدي ديك 20 مليون كاملة. شفتوا علاش ولاو الملاكين كيطلبوا أثمنة خيالية؟ وحتى إلا جاب ليه السمسار الثمن اللي بغا كيتراجع وما كيبغيش يبيع، كيخاف يشمتو السمسار، حيت الثقة ما كايناش مع السماسرية. نفس الشيء تقريبا وقع مع شركة العمران، حيت كانوا في الأول كيطرحوا مشروع للبيع بثمن رخيص وحتى النسبة ديال الدفعة الأولى قليلة. كينوضوا السماسرية بتواطؤ مع بعض موظفي العمران كيريزيرفي لهم تقريبا المشروع كامل، ومن بعد كيبيعوا السماسرة والمضاربين بثمن طلع للمواطنين. هنا شكون اللي ربح؟ ربح السمسار، المضارب وموظف العمران. وشكون اللي خسر؟ خسرت الدولة والمواطن. هادشي علاش كتلاحظوا العمران كتشدد في الاستفادة وحتى الثمن اللي كدير حاليا ديال السوق. جيم توجيه حركة الاستثمار. ملي كيكثر هذا الخطاب ديال غلاء الأسعار، أسعار العقار بأكادير، كتولي حملة ومع هذا الضغط الإعلامي على منطقة معينة،
كيدفع الطلب نحو مناطق أخرى مجاورة ولا مشاريع نائية بغاو صحابها يسوقوا ليها. وباش تفهموا الفكرة تاعي غادي تلاحظوا سماسريات مراكش كرفسوا مدينة مراكش وغلاوها، وصل الثمن في كريس كتر من 30,000 درهم للمتر وكتر، وجاو لأكادير باش يتسمسروا فيه وكيقولوا أكادير راه غالية باش يوهموا الناس أن مراكش رخيصة. نفس الشيء مع سمسار كيقول على راسو أكبر سمسار في المغرب، هي كينقص ليه التفاعل ولا بغى يبيع شي هوته كيقول هذه كون كانت في أكادير كون طلبوا فيها مليار. شنقول لك بارك عليك هاد جوج كلمات ما غاديش نزيد باقي معاك. ثانيا، واش فعلا العقار في أكادير غالي وشكون عطاه هاد القيمة؟ خليونا نكونوا واضحين من البداية، فعلا كاينين مناطق في أكادير الأثمنة ديال العقار فيها ارتفعت، وكاينين عقارات كيطلبوا فيها ماليهم ثمن مرتفع، وهذا أمر ما يمكنش ننكروه. ولكن المشكل كيبدا ملي كينتقلوا من لغة من كاين عقار غالي في أكادير إلى العقار كامل في أكادير غالي، وكما كيقولوا التعميم لغة الجهلاء، فما كيكتفيوش بهذا القدر، ولكن من بعد كيقولوا أكادير أغلى من الرباط والدار البيضاء، ثم كينتقلوا ويقولوا واحد الخطاب آخر كيقول أكادير ولات أغلى من مدن أوروبية. هنا خاصنا ونوقفوا هاد الناس، لأن هاد النوع من المقارنات خاصو يكون مبني على أرقام ومعايير واضحة. ما يمكنش نقارنوا شقة في واحد الموقع مزيان في أكادير قريبة وكتشوف البحر، جديدة من حيث البناء، الجودة ديالها عالية ومجهزة بطريقة حديثة، مع شقق قديمة في حي في مدن بحال الرباط ولا الدار البيضاء. وما يمكنش نقارن عقار فاخر في أكادير مع متوسط أسعار المدينة كاملة. المقارنة الصحيحة خاصها تكون بين عقارات متشابهة بالنسبة للمساحة، الموقع، الجودة، العمر ديال البناية، الوضعية القانونية ديالها، الخصائص الاستثمارية ديالها، العائد الاستثماري إلى غير ذلك من المعايير. ومن بعد فقط نقدروا نقولوا واش فعلا أكادير غالية مقارنة مع مدينة أخرى. وباش نجاوبوا على الشق الثاني من التساؤل ديالي واللي هو شكون عطى هاد القيمة لمدينة أكادير، هنا خاصنا نكونوا موضوعيين. واخا انا ولد اكادير ولكن راه غادي نتجرد من الانتماء ديالي في هذه النقطه. في اكادير ما وصلش لهذه المكانه العقاريه بلا اسباب. مدينه عندها مجموعه من المؤهلات اللي كتخلي الطلب على العقار فيها قوي، وغادي نذكروهم فقط بلا تحليل حيت سبق لي هضرت عليهم في فيديوهات سابقه ولا داعي نعاود نفس الهضره. واللي اللي هما الموقع، السياحه، كاين حتى الناس اللي عندهم ارتباط بالمدينه وباغيين يشرو فيها. مؤخرا عرفت المدينه ومحيط ديالها تحسين في البنيه التحتيه ديالها واستقطبات مشاريع استثماريه كبرى. فملي كتكون عندك مدينه كتحرك وكتطور كتستقطب مشاريع وكتعرف نمو في الطلب، فطبيعي جدا ان العقار ديالها يتاثر. ولكن ارتفاع قيمه العقار ما كيعنيش بالضروره ان كل عقار في اكادير مبرر الثمن ديالو. ثالثا، اكادير اغلى من اوروبا، واش فعلا؟ قبل ما نعطي رايي عن مقارنه العقار باكادير مع مدن كبيره بالمغرب واوروبا، غادي نفهموا الفرق بين الثمن المقترح والثمن الحقيقي. في اليوم اي واحد يقدر يدخل لمواقع الاعلانات ديال البيع والشراء ديال العقارات ويشوف شقه معروضه ب20,000 درهم للمتر مثلا، ويقول مباشره شوفوا العقار في اكادير وصل ل20,000 درهم للمتر. ولكن واش هذه هي القيمة الحقيقية ولا هذه غير القيمة اللي باغيها المالك؟ هذا الفرق مهم بزاف حيت خاصنا نفرقوا بين الثمن المطلوب والثمن الفعلي اللي تباع به العقار، وهما ماشي نفس الحاجة. فمثلا شخص طلب 200 مليون سنتيم في الشقة ديالو، ولكن ما لقاش داك الثمن وتفاوض مع مشتري وباع عليه ب 160 مليون سنتيم. شفتوا شحال ديال الفرق؟ إذا إلا مشينا على الإعلانات ولا الهضرة ديال السماسرية فغادي ناخدو صورة غير حقيقية وناقصة على السوق العقاري. وهنا خاص أي واحد كيهضر على الأسعار يحدد ويقول لنا المصدر ديال هاد المعلومات. واش السماسرية، الإعلانات، الموثقين يعني المهنيين، ولا المحافظة العقارية، ولا بنك المغرب؟
واش عنده بيانات كافية مضبوطة، ولا غير كيجمع بعض الأمثلة الاستثنائية وكيعممها على المدينة كاملة، كما دار داك السمسار اللي جا من مراكش، شاف شقة وحدة ولا جوج وعمم الهضرة تاعو على أكادير كاملة. فملي كنسمعوا من هاد النماذج بلي أكادير أغلى من الرباط والدار البيضاء، واش في نظركم غادي نتيقوا كريم ولا نوفل السمسار اللي ما عندهم مصداقية ونتجاهلوا هضرة المهنيين، ولا نرجعوا للمؤشرات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؟ فأحياء مثل الرياض، أكدال، حسان في الرباط، ولا أنفال، معاريف، كاليفورنيا في الدار البيضاء، والأثمنة تاع العقار فيها طلعة على أحسن حي في أكادير، والمغاربة كاملين عارفين هاد الشي. والمقارنة الشائعة اللي كيديروا هي كياخدوا أغلى منطقة سياحية في أكادير وتيقارنوها بحي شعبي في الرباط أو الدار البيضاء، وهاد المغالطة كيستهدفوا من خلالها إثارة الجدل فقط. واللي غادي نحسن فيه بحكم تجربتي المتواضعة هو أن مدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة غالية على أكادير اللي كنعتبرها أنها في الصف الأول، أما أكادير ومراكش فهي في الصف الثاني أو الصنف الثاني. أما أكادير أغلى من أوروبا فهاد الجملة بحد ذاتها كتشد الانتباه وكتخلق الجدل، ومقارنة أكادير بمدن أوروبية ففيها تجاهل تام للفروق الهيكلية بحال القدرة الشرائية، نسبة الضرائب، التمويل البنكي، الالتزامات اللي دارت الدولة، يعني الدول الأجنبية، الدول الأوروبية، على عاتق المشتري، حيث في أوروبا مول الدار كيدفع رسوم وضرائب غالية بالإضافة للصيانة الإجبارية. هادشي كيتكلف به مول الملك، وهاد الصيانة الإجبارية كما قلت، وهاد سميتو هاد الضرائب كتكلف مول الملك مبالغ مرتفعة، ماشي بحال المغرب. في المالك في الدول الأوروبية ماشي بحالو بالمغرب. ولا ما كانش عندك هاد المعطيات كاملة واللي بدوري كنجهلها وماشي ملم بها، فكتبقى هاد الجملة مثيرة للمشاهد وما كتعطيش تحليل عقاري دقيق. دابا نرجعوا للسؤال اللي بدينا به، واش كاينه فعلا حملة على أكادير؟ بصراحة ما نقدرش نقول لك نعم بلا دليل، وما بغيتش نهضر على نظرية المؤامرة، ولكن في المقابل ما خاصناش نكونوا ساذجين. مواقع ديال التواصل الاجتماعي ولات كتأثر على الأسواق والنفسية ديال المتلقي أيضا، والرأي العام ولا عنده تأثير اقتصادي، وكلمة وحدة من مؤثر عنده جمهور كبير ممكن تخلي الآلاف ديال الناس يبدلوا النظرة ديالهم على مدينة أو منطقة بكاملة، منطقة عفوا بكاملها. لهذا خاصنا ما نتيقوش أي حاجة سمعناها، ونطرحوا بعض الأسئلة باش نفهموا الوضع، بحال واش هذا الخطاب مبني على معطيات رسمية، واش المقارنة عادلة، واش كيهضر على السوق كاملة ولا غير على حالات استثنائية، واش كيميز بين ثمن الطلب وثمن المعاملة، واش كيعطي الصورة كاملة ولا غير الجانب اللي كيخلق البوز والمشاهدات. وفي الأخير بغيت نوصل واحد الرسالة واضحة ومباشرة: أكادير ما محتاجاش لا للتطبيل ولا التشويه. إلا كان شي عقار غالي مبالغ فيه فغادي نقولوا راه غالي، ولكن في نفس الوقت ما يمكنش ناخذوا بعض الحالات الاستثنائية ونحكموا بها على مدينة كاملة، وما يمكنش نقولوا أكادير أغلى من أوروبا ونحبسوا هنا، لأن السوق العقاري كيتحلل بالأرقام، بالمعاملات، بالطلب، بالعائد وبالمستقبل. وأنا ما غاديش نقول لك شري ولا ما تشريش في أكادير، غادي نقول لك حاجة وحدة: فهم السوق قبل ما تدخل ليه. ولا كنتي كتفكر تشري أو تستثمر في أكادير، ما تخليش لا مؤثر ولا سمسار ولا صحفي ولا حتى أنا نحدد ديك القرار. قلب على المعطيات، قارن، حلل، فوض، وديك الساعة القرار اللي غادي تاخدو غادي يكون مبني على العقل ماشي على الضجة. ودابا بغيت نسمع الرأي ديالكم، واش كتشوف فعلا بأن العقار ولا غالي ومبالغ فيه، ولا كتشوف أن بعض الصفحات والمؤثرين كيعطيو صورة أكبر من الواقع؟
وإلا كنتي من سكان أكادير أو كتستثمر فيها وسبق لك تعاملتي مع السوق العقاري ديالها، كتب لينا التجربة ديالك في التعليقات، حيت ممكن تعليق واحد من شخص عاش السوق فعلا يكون أهم من عشرات الآراء اللي كنشوفوها في السوشيال ميديا. وإلا عجبك هذا النوع ديال التحليل العقاري المبني على الواقع، ما تنساش تدعم القناة بالاشتراك والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس، حيث هنا في عقار بلا تعقيد الهدف ماشي نبيعو لك الحلم، الهدف هو نفهموك العقار.